السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. رمضان كريم ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة مع بعض الانجليش كيك. طريقته سهلة جدا. حلو جدا. طبعا مختلف، طعمه مختلف عن الكيك العادي، بس عايزة اقول لكم طريقته سهلة، هيعجبكم جدا. هنشوف مع بعض المقادير. يا ريت بقى لو شفتوا الفيديو تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكل الناس. نجيب بولة، بولة نضيفة وناشفة كده، هنحط فيها نص كوباية من الزبدة، والأفضل يكون زبدة بلاش سمنة، هو يبقى زبدة طبعا أحسن. والزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، تبقى لينة كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى ان انا اضرب فيها كده لحد ما تدوب شوية، او تبقى زي الكريمة. هبدأ أقلب فيها كده لحد ما تدوب معانا. بعد كده هضيف بقى كوباية من السكر، طبعا سكر عادي، مش لازم يكون سكر بودر. زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ان انا اضرب فيه كده لغاية ما يختلطوا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بقى اضيف البيض، عندنا حوالي 3 بيضات. هنزل بيضة بيضة علشان خاطر اول ما تختفي انزل التانية. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اضربها اهو، زي ما انتم شايفين كده، واقلب وبعدين انزل البيضة اللي بعدها. يا رب لو وصلتوا للفيديو لحد هنا يا ريت تعملوا لايك واشتراك، وعلشان نفعل الجرس عشان يوصل لكل الناس. هنزل بيضة كمان، دي اخر بيضة، يعني انا حطيت حوالي 3 بيضات، يبقى نص كوباية زبدة، كوباية من السكر، 3 بيضات، نص معلقة من الفانيليا السايلة او فانيليا بودرة عادي، وحوالي نص كوباية من عصير البرتقال. عايزه اقول لكم ان الكيك ده ما بيحتاجش سوائل كتير. زي ما انتوا عارفين الكيك العادي بياخد حوالي كوبايه، ده نص كوبايه. هنبدا نضرب فيها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده يبقى كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقتين بيكنج باودر ورشه ملح. واختياري هنضيف حوالي 3 معالق لبن بودره او معلقتين لبن بودره علشان يدي الطعم يبقى غني كده وطعمها حلو. زي ما شايفين كده انا ضفت البيكنج باودر معلقتين على كوبايتين الدقيق، وهبدأ بقى اضرب فيهم كده وهنزل حبة بحبة علشان خاطر الكيك يبقى مفتح من جوه وهش. بس هقلب كده كويس. زي ما انتم شايفين كده هخلص الكمية كلها وارجع لكم. طبعا انا كنت نسيت اضيف اللبن البودرة، ضفت حوالي معلقتين كبار من اللبن البودرة وهقلب فيهم كده زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده هخلص بقى ان انا انزل كل الكميه. عايزه اقول لكم ان الخليط بيبقى تقيل شويه، زي ما انتم شايفين تقيله. بلف بالمضرب، طبعا تقيله جدا. هو الانجليش كيك بيبقى كده، بيبقى سمكه تقيل شويه. هخلص بقى كده وهكون مجهزه بقى القالب بتاع الانجليش كيك. هبدا ان انا ادهنه بزيت او سمنه، واحط له ابطنه بدقيق علشان خاطر الكيك يبقى سهل ويطلع بسهوله. طبعا في الوقت ده انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، هحطهم في الرف الوسطاني. طبعا هتاخد حوالي ساعه، علشان خاطر الانجليش بيبقى الكيك قصدي بيكون مرتفع شويه. زي ما انتم شايفين كده دي الفروت المسكر. ممكن نضيف معاه زبيب، ممكن نضيف عين جمل، نضيف مكسرات برضو، بس او تين وقراصيا، الفواكه المجففه بتاعتنا اللي هي بتاعت رمضان دي. بس انا ما كانش عندي، فانا اشتريت اللي هو الفروت المسكر ده. طبعا انا عملته بدي علشان خاطر ما ينزلش تحت، وبرضو نزل في ارضيه القالب. زي ما انتم شايفين كده انا بضيفه اهو، وبعد كده هدخله بقى على الفرن. يا رب لو وصلتوا للفيديو لحد هنا يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتشيروا الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد. زي ما انتم شايفين كده انا حبيت ان انا اخليها غامقه شويه، يعني سبتها في الفرن علشان تبقى الطروف مقرمشه. زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم كانت تحفه جدا، جربوها بنفس الطريقه دي هتعجبكم. زي ما قلت لكم ان الفروت مسكره، كانت نزلت لتحت، بس عايزه اقول لكم كان طعمها حلو جدا في الكيك. يا ريت تجربوه. وهو كيك هش زي ما انتم شايفين كده، عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.